كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول أبو هريرة في معنى الآية: كنتم خير الناس للناس ليس للمسلمين، كنتم خير الناس للناس، كل الناس. ما سبب هذه الخيرية؟ ما مؤهلاتها؟ ما علاماتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها فتلا هذه الآية فقال: أيها الناس، من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن واجبنا تجاه هؤلاء الكفار أن ندعوهم إلى الإسلام، أن نتألف قلوبهم عليه، أن نبذل إليهم كل ما نقدر عليه من إحسان وبر وإكرام حتى تنفتح قلوبهم وتنقاد لدين الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية يا أخوان أصل عظيم في معاملة المسلم غير المسلم. سبحان الله، إذا أضفت إليها أيضا قوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اكتملت عندك القاعدة. سبحان الله. لاحظوا في الآية الأولى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء الكفار المسالمون الذين ذكروا غير المحاربين، أن تبروهم. تبروهم بماذا؟ بحسن الخلق، بالإحسان بالقول، بالفعل، بالمساعدة المالية، بالبشاشة، طلاقة الوجه، بحفظ عوراتهم وأماناتهم والوفاء بعقودهم وعهودهم، بدعوتهم إلى الإسلام، أم بماذا؟ بكل هذا. يقول أهل التفسير: حذف المعمولة في قول أن تبروهم ليشمل كل أنواع البر بالقول والفعل، كل أنواع البر بالقول والفعل. فأنت مشروع لك مع هذا الكافر غير المحارب أن تسعى للإحسان